ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام وحلقه جديده. هنتكلم النهارده عن القصه والحدوته والروايه لفريق ليفربول. ليفربول اسمه الحقيقي ليفربول عادي جدا. اللوكيشن بتاعه في حته اسمها ميرسي سايد في انجلاند. الاونر بتاعه اسمه فينواي سبورت جروب. والغريم التقليدي اكيد عارفين هو مانشستر يونايتد. تاني غريم تقليدي ممكن يكون ايفرتون بالنسبه لي. الاستاد بتاعه اسمه الانفيلد، اتفتح سنه 1884 وسعته تقريبا 61200 متفرج. اول ماتش في تاريخه كان قدام فريق اسمه روتردام، كسب 7-1. اكبر مكسب ليه كان 11-0 قدام فريق هولندي مش عارف انطق اسمه ومش مشكله. اكبر خساره ليه كانت 9-1 قدام بريمنجهام سيتي سنه 1954. معاه 6 تشامبيونز ليج، 1 كاس عالم، 19 دوري و6 كاس، ومعاه بطولات كتيره. اكيد احنا عارفين ان ليفربول مش فريق سهل. الاسطوره بتاعتهم اللي عايش اسمه كاريجير، تقريبا لعب 737 ماتش، يليه ستيفن جيرارد 710 ماتش. طبعا صلاح، مو صلاح بتاعنا ده، ثالث هدافين ليفربول في الوقت الحالي ب 200 وشويه هدف، ثانيه واحده، ب 211 هدف. داروين نونيز هو اغلى صفقه اشتروها، يليه فان دايك، وكوتينيو اغلى صفقه باعوها، يليه سواريز. كلوب هو اكتر مدرب تقريبا لعب معاهم ب 489 ماتش، بنسبه فوز نقطتين لكل مباراه. بس كان معاكم عبد الرحمن هشام، وان شاء الله اشوفكم في فريق جديد.